يا لهوي، بتقول عندي مين؟ السفاح جنزير القفل. السفاح اللي مفيش حد عارف يوصله ولا حتى الحكومة؟ ايوه هو يا جدو. وعايزني انا بقى اعرف طريقه واروح له، اللي هو الناس كلها بتهرب منه. انا بقى هروح ليه برجلي زي فرخة رايحة محل مشويات بنفسها. لا يا جدو ما تخافش، في ايه يا عم؟ قلت لك انا معاك، وبعدين يا سيدي انا عارف طريق. عارف طريق السفاح جنزير القفل وساكت؟ طب ما تبلغ عنه ونخلص ونروح نجيب الزلطة لما يتقبض عليه، سهلة اهي. لا يا جدو معلش، انا عفريت محترم ما اقدرش اتدخل في حياة حد، وبعدين اصلا محدش يقدر يكلمني ولا يشوفني غيرك. ما هو من بختي المناي يطلع لي عفريت عليه اقساط ومطرود من بيته. يلا الحمد لله. المهم هتموتني ازاي بقى؟ لان انا مش هروح عند سفاحين. لا يا جدو انت بتعايرني ولا ايه؟ صوت ايه يا عم؟ يا جدو ما تخافش، وعشان تطمن خد معاك حد يشجعك، وهقول لك تروح في وقت ما يكونش فيه السفاح موجود. حياتك برضو مهمة عندي يا جدو. اخد معايا مين عشان اروح لسفاح؟ هو انا رايح الملاهي يا عم انت؟ لا، مستحيل اسمع كلامك ابدا. غباشي عايزك معايا في مشوار مهم بالليل، فاضي؟ والله يا جدو على حسب الموضوع، في مصلحة فاضي، مفيش ابقى مشغول. ده في مصلحة، ومصلحة انت بالذات تستاهلها قوي. حبيبي يا جدو يا بتاع المصالح انت، ابقى فاضي ومستعد للانطلاق. اتفقنا، يلا اقابلك بالليل. انا في انتظارك يا جدو من بدري، ما جيتش لي قبل الميعاد. يا غباشي انا جاي بدري، انت اي مصلحة تيجي فيها اول واحد كده. بس اقولك ربنا يجعل المصلحة دي من نصيبك وحظك يا رب. اللهم امين يا جدو، يلا بينا بقى. استنى يا غباشي، في حد مهم جاي معانا. حد مين يا جدو؟ ما كنت انا صدقت وانا اولى بالمصلحة لوحدي. بلاش تستعجل، اصبر بس. ازيك يا جدو؟ عامل ايه يا غباشي؟ يلا يا جماعة جاهزين نتحرك؟ بص بقى منك ليه، احنا رايحين ناخد حاجة من واحد واخدها مني، واي حاجة عايزينها انا هديها لكم. وايه دوري في المصلحة دي يا جدو؟ كمالة عدد يا سيدي، عايزك تبقى واقف كده كأنك شخص قوي زي البوديجارد كده، والمعلم عكوة هيتصرف ويعلق اي حد يعترض لينا. يعني مش كنت تقول لي يا جدو زيكو كنت لبست بدلة عشان ابقى طبيعي؟ على العموم انا جايب معايا نضارة شمس. نضارة شمس بالليل يا اهبل؟ ما هو البودي جارد يا جدو بيلبسوا نضارة شمس وسماعة كده يا جدو، مش عارف ليه، بس هي اكيد وجاهة. انا عارف ليه، بس انا هسيبك اهبل زي ما انت كده. الا صحيح يا جدو، هما ليه بيلبسوا نضارة الشمس دي بالليل؟ يعني من غير زكاوة، عشان لو حد ضرب في وشه كشاف نور مش هيشوف، فيلبس نضارة مخصصة لكده عشان يقدر يشوف بالليل. العلم حلو والله يا جدو. يلا بينا بقى، عشان لو اتأخرنا ممكن حد يجي، ولو جه هيعمل مننا شاورمة بني ادمين. ده مين ده اللي يقدر يقرب لك وانا موجود يا جدو؟ مش عايزك تسخن كده يا معلم، ويا رب تخلص على خير. بس انا مش هضرب حد الا لما تقول يا جدو، عشان خاطرك بس. ربنا يكملك بعقلك وفي شتك ولحمتك يا معلم. سيب لي الطلعة دي يا جدو، انا هواية عندي فتح الشقق. هواية ولا شغلانة؟ تلاقيك سارق نص شقق المنطقة. هزارك ده اللي محببني فيك يا جدو. انا المشكلة اني مش بهزر معاك وبتكلم جد يا حرامي المنطقة انت. اتفضل يا جدو زيكو، الشقة بتاعتك دلوقتي. ايه يا جدو؟ انهي بقى حاجتك اللي انت عايزها من الشقة دي؟ وطي صوتك هتكشفنا. طب يبقى حد بس يظهر ولا حد يجي وانا هطلع لك عظمه في ناحية ولحمه في ناحية. اسكت ابوس ايدك، انت عارف دي شقة مين؟ يعني هتكون شقة مين يعني؟ جنزير القفل السفاح؟ ايوه هي شقته يا ظريف،
والله يا جدو انت دمك خفيف وعندك حس فكاهي بيضحكني. انت بتقول ايه يا جدو؟ جنزير القفل بنفسه؟ انت مجنون يا جدو، جايبنا في شقة السفاح. يلا بينا بسرعة من هنا. ايوه يا معلم، انت دلوقتي جوه شقة جنزير القفل، وطي صوتك بقى. انت مجنون يا جدو، جايبنا في شقة السفاح. يلا بينا بسرعة من هنا. اثبت كده يا معلم وتعالى ناخد الحاجة ونمشي بسرعة، ما تخافش، هو مش هنا دلوقتي. ما خافش ايه يا جدو؟ ده سفاح، يعني اللي بعمله في البهايم هيتعمل فينا. خليك راجل يا معلم. وانت يا غباشي مالك مش بتتحرك ولا بتتكلم ليه؟ ايه ده يا جدو؟ هو بجد، هو بصحيح، هو انا في بيت جنزير القفل. يا لهوي يا لهوي على نهايتك السودا يا غباشي. يا غباشي اسكت بقى وتعالى منك له نخلص قبل ما يجي ويلاقي اجمل مصلحة، 3 جثث جاهزين على الشغل، وعمال تقول لي مصلحة مصلحة، وربنا يجعلها من نصيبك. احي يا جدو احي. اسكت بقى، هتسمع بينا الناس، خلينا نمشي من هنا بقى. دوروا معايا على زلطة صغيرة كده موجودة هنا ولا هنا. زلطة؟ جايبنا بيت سفاح عشان تجيب زلطة؟ يلا نمشي وانا اجيب لك عربية زلطة جدو على حسابي. يعني بعد كل اللي عملته ده يما اموت عشان زلطة؟ احي يا جدو. اثبت منك له بقى ودوروا كويس عشان نمشي من هنا ونخلص. احلى كلمة، عشان نمشي من هنا بسرعة، عشان انا عملت حاجة على هدومي ولازم اغير. خلاص الحمد لله لقيت الزلطة، يلا بينا بسرعة من هنا. ايه ده انتوا مين؟ ازاي دخلتم هنا في بيتي اللي محدش يعرفه؟ انا جنزير القفل، بيتي انا يتسرق؟ ده انا هقتلكم كلكم قدام بعض علشان تسلموا على بعض وانتم بتموتوا والله يا معلم سفاح بيه انا بحبك، حتى انا اديتك 5 جنيه امبارح تفطر بيها. بلاش تفكروا يا جدو، عشان انا خدتها منه امبارح لما انت مشيت. يا لهوي سرقت السفاح. يا معلم سفاح بيه ابدأ بيه بقى عشان هو يستاهل هذه البداية الرائعة. انا اللي دوخت الحكومة، انا اللي مشيب البلد كلها. شوية عيال زيكم تعرف مكاني. انا هقطعكم حتت وارميكم للقطط. انا اتغفلت، انا اتغدر بيا. أنا قلت إن فيك حاجة غلط من الأول، فخفت عليك ومشيت وراك. أنا لو حلفتلك إني جاي أخد زلطة وأمشي هتصدقيني؟ أكيد لأ. بلغ البوليس يا معلم عكوة بسرعة قبل ما يفوق ويموتنا. حضرتك سفاح على نفسه، ده أنا مسكته بس بإيدي كده عيط وعملها على مؤاخذة على نفسه، وقلت له لعيب مفيش سفاح بيعيط، قوم اغسل وشك كده وغير هدومك، انا مش هعمل لك حاجه، انا هسلمك للبوليس بس. ياه قد كده انت بطل وقوي، ما خفتش يهرب منك؟ حضرتك هو يقدر يعمل حاجه غير اللي انا قلت له عليها؟ ده انا عكوة المعلم الكبير، كبير المنطقه دي كلها. ياي حضرتك بطل قوي وشجاع جدا. هو يا جدو مش احنا كنا معاه؟ مفيش حد عامل معانا لقاء ليه؟ ولا اداني 5 ورقات حتى عشان اشبرق نفسي؟ معلش كل واحد بياخد نصيبه، وانا عارفك ما بيهمكش حاجة الا الفلوس، وانا يا عم هديك فلوس. حبيبي يا جدو انا مش عايز الشهرة، انا عايز الفلوس.
اخيرا يا جدو زيكو، اخيرا انا حر واخدت حقي، وهقدر بقى ارجع تاني لبيتي وحياتي وحجري. أخيرا يا محسن، الحمد لله تمت المهمة وبنجاح. أقدر أطلب منك بقى الأمنيات بتاعتي. تفتكر أطلب قصر ولا كنز ولا أبقى سلطان أحسن؟ قصر وكنوز وسلطان ايه يا جدو؟ ما نتكلم بالعقل برضو شوية. يعني انا واحد عايش في فانوس وهسيب الفانوس ده ارجع اعيش تحت حجر، عايزني بقى اسكنك في قصر واديك كنوز واخليك سلطان؟ ما كان العفريت نفع نفسه يا جدو. منها لله والله الافلام اللي دخلت في دماغكم حاجات عايزة الحرق. تصدق حجة مقنعة فعلا. إزاي عفريت ساكن في مصباح يخلي حد يسكن في قصر؟ معلش الأفلام بتضحك علينا، بس أنا طلع عيني ألم لحضرتك في زلط. مش معقول هعمل كل ده ليك ببلاش يعني. لا بلاش يا زيكو، عيب عليك. قول انت بس انت عايز ايه كده وانا تحت امرك. أي حاجة سحرية منك كده تغير حياتي للأحسن. أكيد عندك حاجة تديهالي، مش معقول يعني هتمشي كده. والله يا جدو كان على عيني، بس مش انا يعني، ده ابن خالتي هو اللي بيحقق الامنيات بقى. لما يطلع لك يبقى اقول له. بس انا هقول لك على حاجه حلوه، انت حافظ على الفانوس وعلى الزلط اللي جواه، واطلب من الفانوس اي حاجه تتمناها هتلاقيها قدامك. بس لو الزلط ده خرج بره الفانوس يا زيكو ممكن تصيبك لعنه من العفاريت التلاته، ومش عايز اقول لك بقى على العفاريت التلاته دول. كنت عايزك ما تنسانيش بقى وتبقى تعدي تزورني كل فترة والتانية. اكيد ابو الزجازيك، وانا برضه هتوه عنك يا جدع. ده احنا بين اصحاب وعشره عمر وبيننا زلط واكل وعيش وملح، وانا عمري ما انسى اصحابي ابدا. مع السلامة يا محسن، وخد بالك من نفسك يا ابني. مع السلامه يا جدو زيكو، مع اني اصلا ما اسميش محسن، بس ماشي. مع السلامه يا عم. هو الجميل النهاردة عامل أكل إيه؟ ومحتاجة مساعدة في إيه بقى؟ أنا عارفة إنك مش نافع في حاجة، ولا أنا عايزك تعمل لي حاجة. أنت كده دايما مستهتر. يانا ما كنت قاعدة في حالي، لازم تيجي وتبوظ الدنيا كده. اتفضل من هنا، خليك برا. أنا تعبت منك ومن مشاكلك. ارحمني شوية وسيبني في حالي. هو أنا فاضية لكل شوية كسر وخبط ونضفي يا مفيدة؟ ما هي مفيدة دي الخدامة اللي جايبها لك أبوك. الحياة مش محتاجة عفريت يحقق الأمنيات، لأ، محتاجة عقل يحل المشاكل ويفكر في كل حاجة ببساطة، لأني لازم أعيشها ببساطة. اهدى، هو حاطط زلط جوه الفانوس ليه؟ مش المفروض يتحط شمعة؟ عليك يا زيكو وعلى تصرفاتك. يا لهوي،